السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هنا القاهرة ونجوم الكرة العالمية عندنا هنا. هي أجواء الكرة العالمية وبالنكهة المصرية تنظيما ومشاركة. أهلا بكم في موطن المتعة والإثارة، كل الإثارة الكروية مع الكرة الشاملة العالمية. أهلا بكم في ملعب بطولة كأس عاصمة مصر 2024 نسختها الأولى، مع افتتاح مدينة مصر للألعاب الأولمبية واستاد مصر بالتأكيد بالعاصمة الإدارية، واستكمال لبطولة دولية كبيرة موجودة على الأراضي المصرية. وطالما نظمت مصر طالما لها النجاح، ويبقى اسم مصر هو الأول والأولى وكمان أولا. أهلا بكم في ملعب الكرة العالمية وبالنكهة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا أينما كنتم، متابعينا في كل مكان يصل إليكم صوت وصورة لأون تايم سبورتس، عشاق ومحبي الكرة العالمية وبالنكهة المصرية، نجدد التحية. أجواء وأحداث مباراة ضمن مباريات اليوم الختامي من بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية تحت مظلة الفيفا، الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي نسختها الأولى 2024 ما بين استاد مصر واستاد القاهرة. بطولة عاصمة مصر 2024 اليوم على موعد مع من يحسم البرونز ميدل، المركز الثالث، الميدالية البرونزية في هذه الدورة التي تأتي في أجواء رمضانية وفي حضرة عاصمة مصر قاهرة المعز. اليوم على موعد مع مباراة تونس نيوزيلندا في إطار آخر مباريات الدورة، والثنائي اللذان سقط في فخ الهزيمة في المباراة الأولى المنتخب التونسي، والخسارة بركلات الترجيح بعد تعادل احتسب رسمي في مواجهته أمام منتخب كرواتيا في مباراة الدور نصف النهائي. كان تعادل سلبي، وإن كان سجل منتخب تونس وهدف أبيض لم يحتسب بداعي التسلل كان في مباراة الدور نصف النهائي، ولكن في الأخير مع ركلات الترجيح رجحت وكالعادة كافة المنتخب الكرواتي بخبرات لاعبيه وبالحظ والتوفيق والثقل والاسم والتاريخ. أهل منتخب كرواتيا للفاينل لمواجهة منتخبنا الوطني المصري في نفس التوقيت في هذه المباراة، أو في نفس توقيت هذه المباراة. حماة الحمى، النشيد الوطني لتونس، كلمات كلها أو أغلبها كان للشعر المصري بالتأكيد، مصطفى صادق الرفاعي، ونضاف ليه بيتين شعر كمان من أبو قاسم الشابي واحمد خير الدين، ولحنوا ومحمد عبد الوهاب وزعوا. يعني قاسم مشترك في السلام الوطني حتى التونسي في النكهة المصرية بالتأكيد، لأن كلنا واحد، وطن عربي واحد، وتونس على الأراضي المصرية وكأنها في رادس بالتأكيد بتلعب مباراتها الأهم الاستفادة. وبعد السلام الوطني نيوزيلندا وما بعدها حماة الحمى لتونس، نروح للأجواء الفنية التكتيكية واللاعبين، الأدوات اللي موجودين على أرض الملعب في تشكيلة كلا الفريقين تونس النهارده ونيوزيلندا. نبدأ بنيوزيلندا النهارده. دارين بازلي هذا المدير الفني البريطاني اللي اختار من أدوات من لاعبين في وجود ماكس كروكومبي في حراسة المرمى، ليبراتو كاساس إلى جوار تومي سميث، ماسيل بوكسال، تايلر بيندون في خط الظهر كرباعي في خط الظهر، أمامهم ثنائي الارتكاز في نص الملعب ماركو استيمانيك وأليكس روفر، أمامهما ساربرت سينج، أمامه ثلاثي هجومي لو اشتغل يبقى تقيل ومرعب، كالوم ماكوت، كوستا بارباروز، وماثيو جراباريث. ده بالنسبة للتشكيلة لمنتخب نيوزيلندا، واختيارات دارين بازلي هذا المدير الفني البريطاني بعد 5 مباريات آخرها كان الهزيمة أمام منتخبنا الوطني في استاد العاصمة الإدارية استاد مصر 0-1 بهدف مصطفى محمد. الكابتن والقائد لمنتخب تونس يجري القرعة عيسى العيدوني، واختار المكان والكرة مع طاقم تحكيم مصري موجود بقيادة أحمد الغندور كحكم ساحة بيعاونه النهارده هاني عبد الفتاح كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثاني، وإبراهيم نور الدين كحكم رابع، وكل من طارق مجدي وعمرو الشناوي كحكمي فيديو رئيس ومساعد في مباراتنا النهارده. تونس منتصر الوحيشي اللي اختار من أدوات من لاعبين في وجود بشير بن سعيد في حراسة المرمى، ديلان برون، حمزة الجلاسي، وأسامة حدادي في خط الظهر، ثلاثي خط الظهر 3-5-2 ومشتقاتها بيلعب بيها. منتصر الوحيشي ما بيهاجمش،
ما بيندفعش لكن يأمن ويقسم المباراة زي ما هو عايزه. ده اللي عمله كان في مباراة كرواتيا، وقلل حيلة كرواتيا ونجومها الكبار بقيادة لوكا مودريتش، علي العبدي، محمد علي بن رمضان، نادر الغندري، ووجدي كشريدة. في خط نص الملعب امامهم عيسى العيدوني الكابتن والقائد، الياس عاشوري، حمزة رفيعة. الادوات الدفاعية الهجومية، يعني ما نقدرش نقول مهاجم صريح، بيختاروا الراجل اللي كان امامنا منتصر الوحيشي. فكره انه الشادو سترايكر او المهاجم الوهمي او الشيفتات اللي بتتعمل والتحركات واللامركزيه اللي بيحاول يعملها دايما منتصر الوحيشي في مباريات. وهنتابع بالتاكيد الاجواء، الفكر والشغل التكتيك اللي هيكون معمول بيه على ارض الملعب فيما بين المديرين الفنيين منتصر الوحيشي تونس ودارين بازلي البريطاني المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا. تحياتي محمد عفيفي للتعليق والوصف التحليلي لاجواء واحداث هذه المباراه هنا في استاد القاهره الدولي. شويه من الجمهور قليل موجود، لكن عامل حاله حلوه وحاجه حلوه في استاد القاهره الدولي، الاستاد التاريخي اللي ياما من ايام كتب فيه التاريخ بحروف من ذهب للكره المصريه. ومش بس الكره المصريه، كره عالميه، كره افريقيه، بطولات، القاب وارقام، حدث ولا حرج على ارض استاد تاريخي، استاد ناصر، استاد القاهره الدولي هنا في عاصمه مصر بالتأكيد. ويبقى اسم مصر هو الأول والأولى وكمان أولا. يطلق الصافرة بداية أحداث المباراة أحمد الغندور المنتخب النيوزيلندي بزي الأسود الكامل على يمين ملعب المباراة، يمين الشاشة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وعلى شمال ملعب المباراة بالزي الأبيض الكامل منتخب تونس. أنا حطيت بصمة وبصمة واضحة يبني عليها اللي جاي بعد كده. الفاول يتلعب، سبارتا سينج تتسدد حلوه يا ولد، ولسه والمتابعه الهجوميه كمان مره تتحط الكره، والهدف الاول قال لك فيها تسلل، اتسددت الكره قويه. ديلان برون كان لوحده، لكن كان في وضع التسلل الثنائي اللي موجود على الكره، وهنستنى للفار هنتاكد من القرار. ادي الكره اللي اتلعبت تكتيكيه ومحدش مقابل، اتسددت مطرقه. اتنين كانوا في موضع تسلل. اللي دخل في الكرة لا افتكر ان هيبقى فيها تسلل، افتكر ان يحتسب عليها تسلل. التسديده كانت مطرقه موجهه وفي وقتها. حط الكرة قويه كوستا بارباروز لاعب ولينجتون هناك في نيوزيلندا. فاول، الضربه الحره المباشره منتخب تونس دلوقتي. هل من مستغل يخلص؟ يقدر. هنتابع علي العبدي مجيد وعلى عدلته بشماله مايل ناحيه اليمين. العبدي ولكن يسدد كوره اعلى القائمين والعارضه بره بالمره، بس محتاجه ضبط زوايا منه هو كان علي العبدي علشان تبقى ضربه مرمى للمنتخب النيوزيلندي. شكله حلو منتخب تونس بغض النظر عن التريكه اللي اتلعبت عليه من الفاول، وما اراهاش دفاع منتخب تونس الا انه بامتلاكه وسيطرته واستحواذه على ارض الملعب شكله حلو. الاهم النقله اللي جايه. الضربه ركنيه دلوقتي، تتلف الكوره، محاولة رأسية يا ولد ولسه الكورة والمتابعة، لكن ينظف منطقة جزاء ودفاع منتخب تونس. كينج اوف ذا ماتش دلوقتي على ارض الملعب، ياخد الملك على ارض الملعب زي ما كان في مباراة كرواتيا بالمناسبة. تقيل وكبير ويسد ويشيل، حارس مرمى اتحاد المنستير التونسي. هذا الحارس لمنتخب تونس بشير بن سعيد بيثبت ذاته انه حارس كبير وتقيل جاي مع منتخب تونس صاحب 29 سنة بالتأكيد. فاول موجود كالعاده. ساربيرت سينج هو اللي كسب الفاول وهو اللي هينفذ الضربه الحره المباشره. هل يطمع يسدد؟ طمع، سدد حلوه يا ولد. عنده القرار والجراءه وقرر انه يسدد كورته في الزاويه الضيقه من مره واحده، بيستغل الملكه اللي عنده انه يسدد الكوره ورجليه تقيله مطرقه، وكان عايز يحط كوره موجهه وفي وقتها يخلص بالكرباج اللي يوجع الشباك، وده ما حصلش. اتأمنت منه هو بشير بن سعيد، والكوره راحت بجوار قائم الشمال لمرمى الحارس بشير بن سعيد مرمى المنتخب التونسي علشان تبقى ضربة مرمى تونسية على أرض الملعب. والتسديدات حتى بقت أكتر، 3-1 الأفضلية النيوزيلندية. تراجع تقسيمة المباراة أتت بأفضلية لمنتخب نيوزيلندا مع الهدوء اللي عامله منتخب تونس، لكن هنا الهروب راح علي العبدي، فرصة اتحطت لبره حلوة يا ولد ملعوبة تكتيكيه ذكيه وملعوبه ملعوبه، تفاهم وانسجام وربط وجبهه من ناحيه الشمال بدات تشتغل، واللي لسه كنت بتكلم عنه قلت وجدي كشريده من اليمين وعلي العبدي الراجل ده هو ده قديم ده من ناحيه الشمال. شوف يشتغل يعمل الحركيه الهجوميه لمنتخب تونس، راح وعدى وضرب للتسلل مع انطلاقته مع الوان طول اتعمل فيما بينه وما بين افتكر عيسى العيدوني علشان يبص ويرفع عينه ويخدم على حمزه رفيعه، لكن ما ظبطش، فتح وش رجله لبره بزياده شويه علشان تمشي بعيده عن مرمى الحارس ماكس
كروكومبي لكن كرة قصيرة تتقطع، بقت هجمة مرتدة منتخب نيوزيلندا. ماثيو جرابيت يحط بينية، هروب هنا كان موجود من كوستا. بارباروز يعدي يتعرقل، حكم المباراة وقفته برؤيته وبزاويته تحكم له، قال لك ولا فيها أي حاجة. أحمد الغندور حكم الساحة النهاردة، حكم المباراة اللي قال لك مع الغربلة اللي حاول يعملها هنا كوستا. بارباروز هنا نشوف والله يبقى فيها كلام وعليها كلام. في رجل خلفية موجودة من حمزة الجلاسي، وممكن يبقى فيه عودة للفار ويبقى فيها قرار مغاير عن رؤية أحمد الغندور. هنشوف طارق مجدي وعمرو الشناوي هل هيستدعوا أحمد الغندور. أفتكر فيها كلام، أفتكر إن الرجل الخلفية لحمزة الجلاسي خدت في سكتها الراجل كوستا بارباروز. هنا نشوف امامنا، لا في لمس طبعا، في لمس طبعا، وافتكر ان الفار هيرجع وهيبقى في قرار مغاير وهيبقى في ركله جزاء لمنتخب نيوزيلندا. وقلنا اوعى شوف هنا في لمس طبعا، وقلنا اوعى من الاخطاء السهله والساذجه بفاول بتركه او بخطا سهل وساذج زي كده ما ياكلكش، ما ينفعش ياكلك، هيرجع للفار وهيبقى فيها قرار، وافتكر ان هيبقى فيها ركله جزاء. فكره انه ما تستهونش، 1 على 1 ما يستحملش. تشيك فار هيرجع احمد الغندور، وواضح ان هيبقى فيها ركله جزاء او فيها قرار، وهننتظر طبعا قرار حكم المباراه. احمد الغندور ما شافش الكره من رؤيته، لكن هنا شوف رؤيه الفار، التدخل الرجل الخلفيه للاعب حمزه الجلاسي، واكله الراجل واكله كوستا بارباروز. حمزة الجلاسي لاعب الاتوال النجم الساحلي التونسي، احد الفرق الثقيله والكبيره في الكره التونسيه بالتاكيد، مع الترجي والافريقي والصفاقسي، الاسماء الكلاسيكيه الزعماء في الكره التونسيه والكره الافريقيه، طبعا ليهم تاريخ وارث بالتاكيد. شايف الفار الغندور احمد امامنا حكم الساحه، وهيتاخذ القرار دلوقتي. ابراهيم نور الدين هو حكم الرابع اهو اللي مدينا ظهره، هيرجع هياخد وقته، بيبص بهدوء، بيرجع كل اللاعبين، ما ينفعش يبقوا موجودين على ارض الملعب، ما فيش كولينج بريك. ركله جزاء زي ما قلت، وتونس ابو الذوق والاخلاق كل اهلها على راسنا من فوق. ركله الجزاء التحدي الفردي بشير بن سعيد وساربرت سينج، لكن يا ولد قلنا الراجل ده كبير تقيل، يسد ويشيل بقميص منتخب تونس المهيب. كمان مره محاوله، لكن كالعاده في السكه موجود عيسى العيدوني لاعب اونيون برلين، كابتن وقائد ونجم المنتخب التونسي، ومع الدقيقه 33 يضيع المنتخب النيوزيلندي بعد ما سجل هدف ابيض لم يحتسب في بدايه احداث الشوط الاول. ها هو ومع الدقيقه 34 تحديدا يضيع اللاعب ساربرت سينج، طلع كورته وراح ماثيو جرابيت، لكن العمق موجود، يخلص كورته تتحول لتماس تاكلينج بذكاء علشان ما هيريحوش على الكوره، هرب بيها وطلعت بره. اسامه حدادي ومعاها صافره احمد الغندور تنهي احداث الشوط الاول بتعادل سلبي فيما بين منتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا في مباراه المركز الثالث في بطوله عاصمه مصر 2024 الوداد دوليه تحت مظله الفيفا. ختام شوط اول مثير جميل، وننتظر شوط ثاني اكثر اثاره ومتعه واهداف باذن الله. شكرا لكم، تحياتي محمد عفيفي، نلتقي باذن الله مع بدايه احداث الشوط الثاني، الى اللقاء. مشاركه في التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات المونديال علشان نشوف اكبر عدد موجود مع اول مره مونديال 48 منتخب، وكمان 9 مقاعد مباشره عن القاره الافريقيه باذن الله يكون اغلبها للمنتخبات العربيه في مشاركتها في المجموعات. اجواء واحداث الشوط الثاني، يطلق صافره بدايه احداث الشوط الثاني احمد الغندور كحكم ساحه النهارده، بيعاونوا هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي حكم رابع، ابراهيم نور الدين، وعلى الفيديو طارق مجدي وعمرو الشناوي. تحياتي محمد عفيفي للتعليق والوصف التحليلي. اجواء واحداث شوط اول انتهت بتعادل سلبي، ننتظر شوط ثاني في افضليه تكتيكيه، ودي محاوله اولى نيوزيلنديه مع تسديده، الراجل عايز ياخدها كورباج من اعلى لاسفل، عمل المرجحه وسدد، ولكن بعيده بالمره ماثيو جرابيت. عيسى العيدوني لطيف سيف الله يحط كره فيما بين الاثنين، الراجل بعد ما اتمرجح من لاكاس او كاساس ليبراتو اتهز. ادي كوره حلوه لكن يا ولد الملك كمان وكمان على ارض الملعب. بشير بن سعيد المره دي برجل من حديد مش بايد من حديد. بشير بن سعيد لا حلو، حارس تقيل وكبير، يسد ويشيل بقميص تونس المهيب، هو لها يتصدى وكانه حارس مرمى الجراند كار في عالم كره اليد، ينزل على الارض ويفتح رجله وكانه كان نجمه، وينقذ فرصه بكره ملعوبه تكتيكيه ذكيه وملعوبه. فاول، ضربه حره مباشره لمنتخب تونس. هل من مستغل؟
ممكن يا ولد يا ولد، والله الراجل اتفرج عليها زيه زينا. ماكس كوروكومبي سدد كورته كانت هتروح. ديلان برون الخبرة لاعب سيرفيت في سويسرا صاحب 28 سنة، وجه الكرة بس محتاجة ظبط زوايا بصباع رجله الكبير، حاطط فيها السبين السكرو اللولبة الدوران في الهواء. لكن دي اللعبة الأهم والأجمل في أحداث الشوط الأول والثاني، في أحداث المباراة ككل الحقيقة. شوف شلوا الكرة شيلة وكأنها فوتسال، كرة صالات. الياس سعد يفتح الملعب ناحيه اليمين مع الانطلاقه الموجوده. وجدي جشريده ممكن يختار التسديد، اختار انه يسدد. فكر زي ما انا فكرت قبل ما يسدد، فكر زي ما انا فكرت، داس على كورته وراح. الدفاع مش مقابل من بدري، ومن ثم خد قرار التسديد. لكن الكوره بس محتاجه ظبط زوايا، ما تحكمش، قلشت طلعت بره بالمره. محمد علي بن رمضان يمشي الملعب، حلوه. الياس عاشوري وسع لنفسه، عايز يسدد، صعبه تخبط تترد، حلوه عرضيه ممكن، ولكن دفاعيه تتحول لضربه ركنيه. كانت فرصه حقيقيه لمنتخب تونس انه يسرق السرقه المشروعه للتفوق والفوز والمركز الثالث في هذه البطوله الوديه الدوليه تحت مظله الفيفا، بطوله عاصمه مصر 2024. اهي الكره امامنا والانطلاقات اللي موجوده. نجم كبير وتقيل، ويبقى اسم مصر هو الاول والاولى وكمان اولا. كرة اماميه حلوه، فرصه تخلص تونس، ما خلصش. استلام بدوران والمدافع بيرجع له لورا، مش مقابل. كان عنده الفرصه انه يخلص وما يرحمش بمطرقه توجع الشباك، ولكن ما حصلش. الياس سعد البديل في احداث الشوط الثاني، استلام بدوران والمدافع بعد عنه. دوس على كورتك واتحكم، اتمكن، ولكن ما قدرش وما وصلش الكوره بقلشه، طلعت بره، بقت ضربه مرمى. البديل علاء غرام اللي بيطلع الكوره. الهجمه المرتده، يستلم كورته اللي عمل شيفت من الشمال لليمين، دلوقتي كان على ارض الملعب هو بالتاكيد الياس عاشوري. ولكن اخر لحظات الشوط الثاني من عمر المباراه، حكم المباراه احمد الغندور صفر وما كملتش الهجمه، الوقت انتهى. هدف انهيار مستضيف البطوله المنتخب المصري في مباراه نهائيه امام منتخب كرواتيا، والهزيمه الى حد الان 4 أهداف مقابل هدف. المباراة الترتيبية تعادل دون أهداف في وقت أصلي، والمرور إلى ركلات الجزاء، وشفنا سيناريو وخيار إقحام أيمن دحمان سامي مكان البشير بن سعيد. إن شاء الله الخيار هذا يكون ناجح كما شفناه ناجح في المباراة الأولى ضد المنتخب الكرواتي. وإن شاء الله يكون زاد اختيار الخمسة اللي باش يشوطوا الأولانيين رفقي يكون اختيار صعب، خاصة للمنتخب الوطني التونسي، وكثير من القيل والقال يعني على المنفذ الكرة الخامسة من جانب المنتخب الوطني التونسي، اللي كانت مصيرية، اللي كانت نجم تهز المنتخب الوطني التونسي للمباراة النهائية. لكن في الأخير تبقى ضربات الحظ لمن سيبتسم الحظ في هذه المباراة. أنه تو ما عادش يحكيوا على حظ سامي، يقول لك حتى ضربات الجزاء فيها خدمة كبيرة وفما خدمة تصير كما قاعدين نشوفوا بين الشادي الممروكي البشير بن سعيد دحمان ومعز حسن، ثالوث حراس المرمى المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله عندنا الثقه في حارس مرمى منتخبنا دحمان، وعندنا الثقه في الملاعبيه اللي باش يختارها منتصر الوحيشي لتنفيذ ركلات الجزاء. شوفوا شكون باش ينفذ، اكيد باش يصير المنتخب الوطني التونسي انتصر ان شاء الله. ان شاء الله صحيح كنا قراب برشا بصراحه ضد المنتخب الكرواتي، جتنا فرصتين انه نجموا نتعداو للمباراه النهائيه، لكن ابتسم الحظ في الاخير للمنتخب الكرواتي. ان شاء الله ما يعاودش يعاندنا الحظ من جديد ضد المنتخب النيوزيلندي، رفقي تكون ثابته للمنتخب الوطني التونسي ضربه الجزاء هذه المره. اختيار رئيس البوسعايدي ضمن الاطار الفني، وهذا حوار بين الياس العاشوري ومدرب منتخب نيوزيلندا. نذكر الياس العاشوري اقصاه احمد الغندور، كيف كاكاسي ظهير رئيس المنتخب نيوزيلندا تم اقصاؤه مع نهايه المباراه، في وقتها الاصلي التعادل دون اهداف بين المنتخبين. ان شاء الله السيناريو ضربات الجزاء يكون في مصلحه المنتخب الوطني التونسي، على عكس المباراه الاولى عمليه القرعه بين احمد الغندور عيسى العيدوني قائد المنتخب الوطني التونسي ومايكل بوكسال ياخذ شارة القيادة بعد خروج كاكاسي بالورقة الحمراء كما ذكرنا مع نهاية المباراة.
التعادل دون أهداف، وضربات الجزاء هي الفيصل لمعرفة من المنتخب اللي باش يضمن المرتبة الثالثة. سامي شوشان واحد من بين الأسماء الشابة في تشكيلة منتخبنا، لاعب ومحترف برايتون الإنجليزي. إن شاء الله في قادم الاستحقاقات يكون حاضر، لأنه فرصة للأسماء الشابة باش تاخذ فرصتها، ولكن لا حديث إلا على من سيتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني التونسي في الفترة القادمة بعد نهاية الدورة هذه. أكيد ممكن المهمة تكون موكولة لمكتب جامعي جديد. ممكن حتى الكلام كانت قال في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن على أوغو بروس، يعني بعد ما كان مع منتخب جنوب أفريقيا ممكن أوغو بروس يكون هو اللي هو مجرد مقترح. ننتظر التأكيد، وأكيد ننتظر الكشف عن اسم الناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. أكيد هذا اش نعرفوه في فترة قادمة. وكما ذكرنا الاستحقاق القادم سامي تصفيات المونديال، مباراة شهر جوان، زوز مواجهات ضد غينيا الاستوائية وضد منتخب ناميبيا. هذه ضربة الجزاء الأولى للمنتخب النيوزيلندي، رقم 19 هو اللي باش ينفذ ضربة الجزاء. بين واين اللي دخل في الشوط الثاني من جانب المنتخب النيوزيلندي. بين واين في حوار مع أيمن دحمان، إن شاء الله يتصدى للكرة الأولى للمنتخب النيوزيلندي. أمامكم بين واين في حوار مع أيمن دحمان. بين واين دحمان لمن ستكون الكلمة. بين واين يقدم، بين واين، الكرة ضايعة، الكرة ضايعة الأولى للمنتخب النيوزيلندي. رفقي ضربة جزاء أولى ضايعة لمنتخب نيوزيلندا. بين واين وتبع الكرة أيمن دحمان. ضربة جزاء أولى مهدورة لمنتخب نيوزيلندا، ضايعة الأولى في انتظار ركلة جزاء أولى للمنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله تكون ناجحة يمشي لتنفيذها. محمد علي بن رمضان في حوار مع ماكس كروكومب أمامكم على الصورة. محمد علي بن رمضان وتنفيذ ضربة الجزاء الأولى للمنتخب الوطني التونسي. بين واين أهدر الأولى من جانب نيوزيلندا في انتظار تنفيذ محمد علي بن رمضان. متوسط ميدان منتخبنا يتقدم محمد علي بن رمضان. وينجح بن رمضان. ناجحة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، نجح ضد كرواتيا وينجح ضد نيوزيلندا. هذه إعادة قوية من محمد علي بن رمضان وصعبة على كروكومب حارس مرمى منتخب نيوزيلندا. وهذه قيمة اللاعب اللي سجل ضربة الجزاء الأولى، ممكن يعطي دافع معنوي أكثر للملاعبية اللي بشوتوا من بعد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. برافو يا محمد علي بن رمضان. ضربة الجزاء الناجحة الأولى، وضربة الجزاء الثانية من جانب المنتخب النيوزيلندي. أمامكم كوستا من جانب المنتخب النيوزيلندي اللي قلت عليه من أصول يونانية، ينشط مع فريق ويلينتون، سجل 11 هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة في حوار مع أيمن دحمان. كوستا دحمان، هدف التعادل، يسجل ضربة الجزاء كوستا من جانب المنتخب النيوزيلندي. 1-1 تصبح النتيجة رفقي في ضربة الجزاء. في انتظار ضربة الجزاء الثانية اختار ووضع الكرة في الوسط كوستا بارباروساز مهاجم منتخب نيوزيلندا، اختار الزاوية اليسار أيمن دحمان. وننتظر من سيتولى التنفيذ، كان قريب من التصدي لها بالساق اليمين أيمن دحمان. عيسى العيدوني، يلا عيسى عيدوني، نجح عيسى العيدوني بامتياز. عيسى العيدوني بإحكام نفذ ضربة الجزاء، برودة دم كبيرة لقائد منتخبنا بإحكام بصنعة كبيرة. شاهد الإعادة والكرة في الزاوية، والحارس النيوزيلندي اختار الزاوية المعاكسة. ضربة الجزاء الثانية الناجحة للمنتخب الوطني التونسي. واكيد زود ضربات ناجحه المنتخب التونسي، محمد علي بن رمضان وعيسى العيدوني، في حين ضربه جزاء ضايعه من بين واين، ضربه جزاء الاولى المنتخب النيوزيلندي، ثم كوستا سجل ضربه الجزاء الثانيه.
وشاهد في إيليا جاست. إيليا جاست أمامكم في حوار مع أيمن دحمان في ضربة الجزاء الثالثة للمنتخب النيوزيلندي. إيليا جاست يقدم، إيليا جاست وضايعة للمنتخب النيوزيلندي. زوج ضربات جزاء ضايعة من قبل المنتخب النيوزيلندي بعد ما ضيع بين واين ضربة الجزاء الأولى، ضيع إيليا جاست ضربة الجزاء الثالثة للمنتخب النيوزيلندي. هاي الإعادة شوف تبعها أيمن دحمان شوف الكرة والارتماء، تبع الكرة الأخيرة، لو مشيت حتى في الشبكة كان ينحيها أيمن دحمان. رائع جدا دحمان على غرار ركلة الجزاء الأولى المهدورة، يتبع كورتو إيليا جاست يهدر ركلة جزاء الثالثة لمنتخب نيوزيلندا، وإن شاء الله ثالثة ناجحة لمنتخبنا عن طريق علي العابدي. نتذكر جيدا ضربة جزاء كرواتيا القوية، هل نفس السيناريو يا علي؟ عابدي ممتاز، علي العابدي ينجح في تنفيذ ركلة الجزاء الثالثة، ممتاز جدا. علي العابدي نجح ضد كرواتيا وينجح ضد نيوزيلندا، غير طريقة التنفيذ المرة هذه أرضية، ممتاز في التنفيذ، وضربة جزاء ثالثة ناجحة للمنتخب الوطني التونسي 3-1 في صورة إهدار منتخب نيوزيلندا ركلة الجزاء الرابعة، فانه منتخبنا يضمن المرتبة الثالثة إن شاء الله. وأكيد إن شاء الله يضيع اللاعب المنتخب النيوزيلندي اللي باش ينفذ ركلة الجزاء الرابعة من جانب المنتخب النيوزيلندي. نشوفوا الكرة للمنتخب أليكس روفير ويسجل روفير. هذه تقريبا الكرة الوحيدة اللي ما تبعهاش أيمن دحمان. على كل برافو يا أيمن دحمان، تبعت كل الكرات، لكن كرة أليكس روفير صعيبة وفي زاوية أخرى على الحارس أيمن دحمان. ضربة الجزاء الثانية المنتخب النيوزيلندي ناجحة بعد ما سجل كوستا، يسجل أليكس روفير من جانب المنتخب النيوزيلندي. 3-2 ركلة الجزاء الرابعة للمنتخب الوطني التونسي، ركلة جزاء لمنتخبنا. هذا كروكومب حارس مرمى المنتخب النيوزيلندي، ننتظر التنفيذ على غرام مدافع منتخبنا، على غرام مع كروكومب، يتقدم غرام وينجح على غرام. المنتخب الوطني التونسي يتمكن من ضمان المركز الثالث. 4-2 منتخبنا يفوز على منتخب نيوزيلندا بركلات الجزاء، عكس سيناريو مباراة كرواتيا. ضربات الجزاء تنصف منتخبنا رغم التعادل في 90 دون هدف. ضربات الجزاء منتخبنا ينجح من خلالها في الظفر بالمرتبة الثالثة ضمن دورة مصر الودية. سامي، واكيد ضربات الجزاء قرا لها حساب جيدا المدرب منتصر لوحيش وايضا انيس البوسعيدي. التنفيذ كان ممتاز بصراحه، شفنا الملاعبيه مركزين، شفنا الملاعبين عارفين يعني قيمه ضربات الجزاء. هاي ضربه الجزاء اللي منحت المنتخب الوطني التونسي المركز الثالث في هذه الدوره الدوليه الوديه المصريه. على غرام كان سجل الركله الرابعه في مرمى الحارس ماكس كروكومب. المرتبه الثالثه اجماليا المنتخب الوطني التونسي قدم صراحه دوره نجم نقولوا محترمه وممتازه بعد اداء اكثر من رائع ضد المنتخب الكرواتي. وكان اقصي من بضربات الجزاء، المره هذه يحالف الحظ في ضربات جزاء المنتخب الوطني التونسي. المعنويات لانه الاهم ينتظر منتخبنا في قادم الاستحقاقات تتويج كرواتيا بلقب البطولة 4-2 ضد المنتخب المصري في الدورة النهائي، وأفضل لاعب ممكن جائزة أفضل لاعب لأيمن.